فضيحة سيف فاروق جعفر وإدارة الزمالك. خرج علينا سيف فاروق جعفر بفيديو مع رئيس نادي الزمالك، ورئيس نادي الزمالك قال اللي خلاص سيف وقع. على صفحة كابتن أحمد شوبير يعلن توقيع سيف فاروق جعفر لبيراميدز 4 مواسم. كابتن فاروق جعفر مع كابتن سيف زاهر بيقول اللي هو زعلان من وكيل سيف اللي خلاه يمضي لنادي بيراميدز. ليخرج علينا رئيس نادي الزمالك ويقول اللي سيف جعفر سرق العقود بتاعته من إداري نادي الزمالك. ليه؟ هو احنا قاعدين في محطة مصر عشان يسرق العقود ويطلع يجري؟ سيف فاروق جعفر موقع مع بيراميدز بقاله 3 شهور. محدش من اداره نادي الزمالك ولا كلم يوسف اسامه نبيه ولا كلم سيف فاروق جعفر من بدري عشان يجددوا عقدهم. اللعيبه لقت اللي مفيش حد مستعني بيها، وكده كده هم مركونين على الدكه سواء حلوين وبيعملوا اداء كويس وفي الاخر يقعدوا على الدكه برضك، او بالنسبه ليوسف اسامه يسجل وبرضك بيقعد على الدكه. ريح دماغه من ده كله وقال لك انا همضي ببيراميدز، مني هاخد فلوس ومني هعرف العب. وفي مفاجأة طلع وكيل اللاعب وبيقول ان العقود اللي كانت في الفيديو بتاع رئيس نادي الزمالك وسيف فاروق جعفر عقود ليست ممضية، يعني سيف ما مضاش على عقود. يعني كده ادارة نادي الزمالك بتضحك علينا، عامل لنا فيلم جايبين اللعيب وايه انت مضيت، انا تمام مضيت، انا خلاص بقيت مع نادي الزمالك، وفي الاخر اللعيب ولا مضى والعقود كانت محطوطه فاضيه. ما تريحوا نفسكم وتقولوا لنا ولا عرفنا نجدد لسيف جعفر ولا عرفنا نجدد ليوسف اسامه نبيه. طب يا عم فين الانتماء؟ طب اللعيبه دي ما حدش كلمها؟ طب هم منتمين لنادي الزمالك، ولاد نادي الزمالك وابهاتهم كباتن نادي الزمالك. فوق يا ابني. الانتماء ما بين حاجتين، جمهور ونادي. اللعيبه كل واحد بيدور على مصلحته، كل لعيب اليومين دول بيدور انا مصلحتي فين، فلوسي فين، انا هلعب فين اكتر. زي قبل كده غيرهم ما دور على الطموح، اللعيبه دي برضك بتدور على الطموح. ربنا يصلح حالهم. اللي عايز يمشي من نادي الزمالك باي باي يا حبيبي، النادي ما بيقفش على حد. بس اداره نادي الزمالك ما تغفلناش وتعمل فيديو وتجيب اللعيب واللعيب مضى والعقود اساسا فاضيه. محدش يلوم على كابتن فاروق جعفر. كابتن فاروق جعفر سيف ابنه عايش مع والدته، هو ما بيتعاملش مع سيف قد كده. طب مش معنى يا عم ما الناس كلها قلب على كابتن اسامه نبيه بسبب يوسف ابنه؟ عشان كابتن اسامه نبيه طلع وقال لك انا ابني بيدور على اللي هو يلعب فين، انا ابني مفروض دلوقتي يبقى في المنتخب. يعني هو من ضمن الافكار اللي فكرها هو وابنه اللي هو يروح نادي بيراميدز. انا عايز الجمهور يفهم مفيش حاجه اسمها الانتماء، الانتماء عندنا احنا بس الناس اللي بتشجع النادي من غير مصلحه، الناس اللي بتفرح. لكن دولت حاسبينها سبوبه بالنسبه لهم، وظيفه. الشركه دي ما جابتش معاهم او النادي ده ما مش جاي معاهم سكه، يشوفوا غيره، شوفوا انو اللي فلوسه كتير هيلعب فين كتير. على اساس بقى ده كله اللي يوسف اسامه نبيه هيقعد رمضان صبحي وابراهيم عادل دكه، ده اول غباء يعني. وعلى اساس برضو كل سيف جعفر هيروح يقعد بلاتي توريه على الدكه. اللعيبه دي مش عارف مين اللي بيفكر لها ولا مين اللي بيعمل لها. عامه سواء سيف سواء يوسف اسامه سواء امام عاشور اللي كان كاتب على البروفايل فوق كلمه الزمالك اللي شالها من قيمه يومين. يا جماعه ما تشغلوش دماغكم بلعيب، احنا بنشجع نادي الزمالك كيان نادي الزمالك. اللعيبه دي بتروح وتيجي، اللعيبه دي هيجي لها وقت ويعتزلوا. محدش بيفتكر غير لعيبه الاهلي والزمالك. اي لعيب تاني قول كده اي اسم لعيب هتلاقي مين يا عم اللي انت بتقوله ده كان بيلعب في ايه. لكن لعيبه الاهلي والزمالك معروفين، اللي عايز يغور يغور، الباب يفوت 100 جمل. الزمالك مش هيقف على لعيب. احنا بنحب الزمالك بلعيبه حلوه بلعيبه وحشه، مش عايز الجمهور يحط في دماغه اللي عايز يمشي يمشي يا عم.